السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. فكما كتلاحظوا معايا اليوم الوصفه ديالنا ديال اليوم فعباره عن بانكيك بالشوفان والموز او البنان. على بركه الله. فغادي نحتاجوا في هذه الوصفه هذه غادي نحتاجوا واحد الكاس ديال الحليب ما يعادل 200 ملي ديال الحليب، وغادي نحتاجوا ايضا 150 غرام ديال رقائق الشوفان. الحليب من طبيعه الحال كنكونوا دفيناه غير يدفى صافي. غادي نخلط الحليب مع الشوفان وغادي نبدا نخلط بالميكسور او في الخلاط الكهربائي على حسب المتوفر عندكم. غادي نخلط مزيان او غادي نطحن المكونات مزيان. ومن بعد ما تطحن لي الخليط فغادي نضيف عليه 2 حبات ديال البيض، وغادي نضيف حبه ديال الموز او حبات البنان او بنانه وحده صافي. وغادي نقطعها على شكل طريفات وغادي نخلطها مع المكونات وغادي نطحن من جديد هاد المكونات حتى غادي نحصل على واحد الخليط يكون كريمي. غادي نضيف ايضا كيس ديال خميره الحلويات، واحد شويه ديال الملحه غير شويه صافي. وغادي نخلط كلشي. كما شفتوا معايا فكيكون واحد الخليط كريمي. الا شفتوه ثقيل بزاف فممكن تضيفوا شويه ديال الحليب، ما تكثروش بزاف باش ما يجيكمش جاري. كيكون هذا هو القوام ديالو كما كتشوفوا صافي. وغادي نبدا نطيب في البانكيك ديالي. غادي نجيب واحد المقله على حسب المقله اللي عندكم نتوما وعلى حسب الحجم اللي بغيتو. غادي نبدا ندير واحد الكميه ديال هذا الخليط ديال البانكيك في المقله. من طبيعه الحال النار كتكون مهيله شويه باش ما تحرقش، باش ما تخطفش لينا دغيا البانكيك ديالنا في المقله صافي. غادي نخليها حتى تبدا حتى تجمد من التحت صافي. وغادي نقلبها على الجهه الثانيه حتى غادي تاخذ واحد اللون الذهبي حتى كنحس بها راه طابت صافي. كما كتشوفوا كيكون هذا هو اللون ديالها، هذا هو اللون اللي خدات صافي. وغادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل الكميه ديال العجينه. غادي نستمر كما شفتوا. فانا درت وحده اخرى وغادي نتسنى عليها حتى غادي تجمد من التحت عاد غادي نقلبها على الجهه الثانيه. غير جربوه فكيجي رائع، كيجي بنين، كيجي لذيذ بزاف. جربوه وصحي للغايه حيت ما فيهش حتى شي حاجه اللي زعما مضره من غير الخميره ديال الحلويات، فهي ضروريه صافي. غادي نستمر حتى غادي نكمل. صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البانكيك ديالي. كيجي رائع، كيجي قطن، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. انا متاكده الا جربتوه فاكيد غادي يعجبكم. كنقدم البانكيك ديالي فانا رافقته مع شويه ديال العسل وطريفات ديال البنان. نتوما رافقوه مع ما بغيتو ومع اللي كتفضلوا. ممكن ديروا معاه الشوكولات ولا الزبده مع العسل، فليكم الاختيار. انا كنفضل ندير مع شويه ديال العسل وشويه ديال البنان. كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انكم تجربوها وما تنسوش دائما ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد من وصفاتي. نخليكم على خير، بسلامه.